شو يضيف لك انت كشعور؟ انا في البدايه ما كنت ما توقعت وما صدقت. انا في اشياء كثيره بتحصل معي ما بصدق. مثلا لما انا في ناقد ذو قيمه ادبيه وله مكانته ونتاجه الادبي لما يكتب، طبعا بيكون هاي بالنسبه لي فرح لا يوصف. لما مثلا خبر مثل ان مثلا في بنت تعمل رساله ماجستير، هاي خبر بالنسبه لي كبير. لما مثلا مؤسسه انتاج برامج المشترك تختار من بعض قصصي وتعملها مثلا ضمن مسلسله اذاعيه خليجيه، قصص خليجيه، شيء بالنسبه لي كبير. لا استطيع ان احدد فرحي في داخل دائره مغلقه. ونفس الشيء القصه، انا اتذكر هي دلاله على الانانيه، دائره مغلقه خاصه؟ لا انا اقصد ما كنت اتوقع انا معنى هذا ان انا قاعد امشي صح. لان لو كنت اكتب وما في الصوت اذا ما كان له صدى، معناته في شيء مو طبيعي. اذا انا كنت اكتب وهذا اللي اكتبه ما له رده فعل عند الاخر، يبقى هذا معناته ان انا قاعد اكتب او امشي في طريق مش صحيح. المفروض اني اراجع نفسي. يبدو لي بذلك اني انا يمكن من خلال الطريقه اللي اخترت اني اكتب اعمال انسانيه جاده، وان انطلق من خلال البيئه وبلغه قصصيه، حاول قدر الامكان ان اخلق فيها شخصيه مستقله فيني انا. اعتقد تواضعا ان انا الى حد ما نجحت، واني استطعت ان اوصل للطرف الاخر. لان انا عندما اعمل مقارنه بيني وبين حتى مع اخرين، او حتى اخرين هم اساتذه في كتابه القصه وسبقوني، وبعدين اشوف نفسي انا مثلا حققت شيء افضل، هذه انا شخصيا يريحني ويخليني ابدا انظر للخطوه اللي بعدها. طبعا هذه صعب عمليه ما يقدم بعد ذلك، لكن هذا في نفس الوقت يريح النفس ويخلي الكاتب يبدا ينظر للخطوه التاليه حتى يتقدم للامام. لاحظت انا في كتاب الرحيل والميلاد بعض المقالات اللي كتبت عنك وكذا، هل هي مجموعه الاولى او الطبعه الاولى؟ ما في طبعه ثانيه؟ هاي الثانيه، هذه الطبعه الثانيه. نعم. هل تعتمد اسلوب انك تنشر بعض المقالات اللي كتبت عنك من باب الترويج للقصه، انه تعطي انطباع الا تحاصر ما في محاصره للقارئ، هو بيقرا قبل يعطي رايه، بيقرا اراء الاخرين في المجموعه؟ هي بدايه الفكره شلون جت مع مجموعه الرقص على حافه الجرح، وجت بدايه شلون اني انا فتره مثل ما قلت لك من 94 ل 96 كنت مكثف اني اقرا الدراسات. فمثلا احيانا اريد ان اقرا لكاتب معين او مثلا روايه معينه محدده، فاعرف انه في دراسه، فاتعب عشان انا اروح اخذ الدراسه. فجت فكره اني انا اختار بعض الدراسات. ففي مجموعه الرقص اخترت 3 دراسات، فلقيت الصدى طيب وايد، لدرجه ان كثير من المدارس حتى في جامعه قطر خذوها ضمن بحوث جامعيه او مدرسيه. بعد لما نجحت الفكره هذه حبيت اني انا اكررها. في الرحيل والميلاد تقريبا الدراسات وصلت بين 14 الى 16 دراسه لادباء ونقاد عرب. طبعا صعب ان انا احطها كلها، فاخترت تقريبا حدود ال9 دراسات لنقاد من سوريا، من مصر، من العراق، من الامارات، من البحرين، من كذا دوله ورقم 2 بالنسبه اجابه على سؤالك ان تحصر القارئ او توجهه، لا بالعكس الصحيح. انا اعتقد ان القارئ راح يستفيد اكثر، لانه هو اولا حيقرا النص يتذوقه، بعد تذوقه للنص اذا كانت له اهتمامات او رغبه انه يكتب، او طالب سيبدا يقرا الدراسه اللي كتبت على اثر المجموعه، وينظر للنواحي ايضا السلبيات والايجابيات ونقاط القوه ونقاط الضعف. هو نفسه كطالب او باحث جامعي او مثلا مهتم بكتابه القصه ممكن ايضا يستفيد ان قرأ النص وقرأ الدراسه الادبيه او النقديه لهذه القصه او تلك. سيد جمال، سعدنا كثيرا بوجودك معنا، نتمنى لك التوفيق، ونتمنى انه التوفيق ايضا لانتاجك، وان كنت مقل في انتاجك، معروف عنك انك بتاخذ وقت طويل قبل ان تصدر اي اصدار جديد. عزيزي المشاهد، نشكركم لحسن المتابعه.